تحياتي للجميع، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في ناشط سياسي امريكي اسمه تشارلي كيرك تم اغتياله من عدة ايام وهو عم بيعمل محاضرة مع متابعينه ومحبينه. كثير من الاشخاص ممكن ما تعرفه، وكثير من الاشخاص شافت الفيديو بدون ما تفهم مين هو هذا الشخص. هذا الشخص كان من اكبر الداعمين لترامب ومن اكبر الداعمين للحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة. If you bless Israel, you will be blessed. If you scorn Israel, you will be scorned. ولكن الحدث الابرز بهذا اليوم هو لما طلع فيديو لحاكم ولاية يوتا. For 33 hours, I was praying that وقلبه عم يغلي لك دمه فاير، عم بقول بعد 33 ساعة if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. ما قدرنا نوصل لفكرة انه الشخص اللي عمل هاي العملية الإجرامية بحق تشارلي كيرك هو مو مسلم. That somebody drove from another state, somebody came from another country. لك هو مو أسود، هو مو أفريقي، هو مو مهاجر من غير بلد. Sadly, that prayer was not answered the way I hoped for. هو أمريكي مثلنا ومثلنا، ما فينا نقول عليه إرهابي، ما فينا نقول عليه ما فينا نقول عليه إرهابي، ولا فينا نقول عليه مسلم، ولا فينا نقول عليه هو جاي من برا ويحمل أفكار خارجية إسلامية تهدد الأمن القومي الأمريكي. كثير حسوا الخازوق طلع من أذنيهم إنه كيف بعد 33 ساعة من البحث بيطلع الشخص اللي قتله أمريكي وأبيض. والله ما بعرف ايش بدي اقول، بس معلش، رب ضرة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد. سلم لي على فالهالا، مو تنسى.